اليو اس دي تي اكبر ستيبل كوين في العالم، اتخفض تصنيفه من الاس ام بي جلوبال ريتنج، وبحسب رويترز شركه اس ام بي قللت تقييم استقرار الستيبل كوينز بتاع اليو اس دي تي لدرجه ويك بسبب زياده تعرض احتياطاته لاصول عاليه المخاطر زي البيتكوين والذهب وديون الكوربريتس والقروض المضمونه، غير انهم قالوا ان في مشاكل مستمره في مستوى الشفافيه الخاصه بتكوين الاحتياط. اس ام بي وضحت كمان ان اليو اس دي تي محافظ على ربطته بالدولار في الظروف العاديه، لكن ممكن يتعرض لضغط في حالات السحب الكبيره لان جزء من احتياطاته مش سهل تصفيتها فورا. طب ليه ده مهم؟ لان اليو اس دي تي هو العمود الفقري للسيوله في سوق الكريبتو خصوصا في اسيا، ولما وكاله تصنيف كبيره تقلل تقييمه ده بيفتح باب الاسئله حوالين قوه الرابط بالدولار وقت اي صدمه كبيره. وكمان هل المؤسسات الكبيره هتبدا تطالب اليو اس دي تي بشفافيه اعلى في تكوين الاحتياطي؟ في زاويه ثانيه المحللين مركزين عليها، لو الجهات التنظيميه استخدمت قرار التخفيض ده كسبب لتنشيط القوانين على الستيبل كوينز، ممكن نشوف تغيرات في السيطرة بين اليو اس دي تي واليو اس دي سي. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.